خوسيليو لويس ميتو سان مارتين. طبعا انت يا برنس ما تعرفش مين ده يبقى خوسيليو صاحب الثنائية التاريخية لريال مدريد والملكي في نهائي دوري ابطال اوروبا بسببه. في الاصل ابن من ابناء ريال مدريد، وفي عام 2012 كان منزل بوست بيقول عايز دينكا اتفرج على ماتش ريال مدريد، وفي 2024 جاب جولين خلى مدريد يوصل بيهم لنهائي البطولة. الراجل اللي كان عايش مسيرته كلها في الظلام جه الوقت اللي يظهر فيه للنور. وهنا طبعا بتكلم عن السالك خوسيليو، راجل في حاله ملهوش في الشو ولا الكلام ده، لكن لما بتحتاجه بتلاقيه أسد وبيسد معاك في أي وقت. محدش عارف يقرر لاعب جامد ولا مشيت كده معاه وخلاص. عشان كده قررت أعمل حلقة عن مهاجم ريال مدريد خوسيليو لويس. بس قبل ما أقول لكم رحلته ما تنساش تصلي على النبي واشترك لي بالقناة، وعايز لايكات كتير. يلا بينا على الرحلة. رحلتنا تبدأ في 27 مارس 1990 وبالتحديد في تشوتجارت بألمانيا. هو أسباني ومن عيلة أسبانية لكنه عايش في ألمانيا لأنه اتولد هناك وقتها. قبل ما أجيب لكم قصته في البداية عايز أقول لك على معلومة سريعة. بيريز رئيس نادي ريال مدريد في تاريخه كله مضى مع 3 لاعبين بس فوق ال 30 سنة، منهم خوسيلو ولويس فيجو وكانافارو. نرجع لخوسيلو، عايز اقول لكم قصته تنفع تتعمل فيلم او مسلسل عن الكفاح والصمود، وطبعا عن النهايه السعيده في الملك ريال مدريد. البدايه برنس من فريق سيلتا فيجو تحت 17 سنه، وده تحديدا في سنه 2008. وهنا بدأ خوسيليو مسيرته مع كرة القدم اللي اتألق وقتها، بس محدش كان بيسمع عنه حاجة. لكن المدربين كانوا بيقولوا وقتها من أكتر المهاجمين الأسبانيين المتوقع يكون من مستقبل كبير في عالم كرة القدم. وبعدها تصاعد للفريق الرديف ليستري فيجو وقدم أداء ممتاز، وده اللي خلى فريق ناشئين ريال مدريد يضمه. والكلام ده في أغسطس 2009. بس وقتها ما لقاش نفسه في ناشئين ريال مدريد لأنه كان بينافس موراتا، فقرر يمشي ويروح ألمانيا، فينضم خوسيليو ليونهايم الألماني في 2012 مقابل 6 مليون يورو. وكان عمره وقتها 22 سنة. لعب معهم 25 ماتش، سجل 5 أهداف وصنع 2، وما عملش معاهم حاجة تذكر. فبالتالي النادي قرر يطلعه إعارة لنادي إندرلخت فرانكفورت، اللي في أول ماتش معاهم يسجل جول وفي تاني ماتش يجيب معاهم هاتريك، وده يكون أول هاتريك في مسيرته وقلب الدنيا مع فرانكفورت. لعب 32 مباراة، سجل 14 هدف وصنع 3. عايزك تفوق كده معايا. خوسيلو لعب ل 12 فريق مختلف، بس أنا هلم لك الليلة دي كلها على السريع. فريق هامفورد الألماني ضم خوسيلو سنة 2014 مقابل 5 مليون يورو. مع هامفورد لعب 32 مباراة، سجل 10 أهداف وصنع 2، وأنقذ الفريق من الهبوط للدرجة الثانية، وكان عامل أداء مميز طول الموسم، وده اللي خلى عروض كتير تجيله في نهاية الموسم. خوسيليو قال كده أنا لعبت في أسبانيا وألمانيا، أطلع أجرب إنجلترا. ومن خلال بوابة توستيك سيتي في 2015 مقابل 8 مليون يورو، عشان هنا يظهر الفرق الكبير بين الدوري الإنجليزي والدوريات الأخرى. وخوسيليو ما كانش قادر يقدم أداء قوي زي ما كان عامل في ألمانيا، لدرجة إنه مدربه مارك هويس خرج وقال ده مهاجم محتاج 15 فرصة عشان يجيب جول، وما يصلحش يكون لاعب في الدوري الإنجليزي. على الكسفة اللي انت فيها يا حازم. هوبتي في ايه يا حازم؟ المهم خوسيليو لعب 27 مباراة بقميص استوك، سجل فيهم 4 وصنع 3، وقرر يمشي وراح ينضم لنادي ارتيجو الأسباني على سبيل الإعارة. وهنا تعرض لإصابة قوية في الركبة، لكن بعدها بشهرين ونص رجع وقدم موسم ممتاز وأداء فردي عالي، وسجل هدفين أمام ريال مدريد وسجل في برشلونة كمان. وبعد ما انتهت الإعارة يقرر يروح لنيوكاسل بصفقة بيع نهائي مقابل 5 مليون و500 ألف يورو. إلا أن خوسيليو ما قدرش يعمل حاجة هناك، يعني يروح أسبانيا ينجح، يروح ألمانيا يتألق، تجيب الدوري الإنجليزي يفشل. ومش أي لاعب يقدر يثبت نفسه في الدوري الإنجليزي من الآخر. لعب موسمين مع نيوكاسل، شارك في 57 مباراة، من خلالهم سجل 7 أهداف بس وصنع 2، يعني أرقام ضيعة. وهنا وصلنا ل 2019 وخوسيليو عنده 29 سنة. طب ازاي بقى من لاعب ضايع وفاشل في نيوكاسل لمهاجم في ريال مدريد ومتألق؟ ده اللي هتعرفه دلوقتي يا برنس. طبعا قرر يسيب فريقه ويروح نادي ديربوتيجو الاسباني بعد موسمه الكارثي مع نيوكاسل. خوسيليو قدم اداء كويس جدا مع ديربوتيجو، وقدر يسجل مع الفريق 11 هدف في اول موسم ويصنع 3 اهداف، يعني عامل موسم جامد.
لعب معاهم 3 مواسم، يعني لعب معاهم 113 مباراة، سجل فيهم 36 هدف وصنع 11 تمريرة حاسمة، وبدأ الكل يبص عليه من تاني وفرق كبيرة. وفي آخر الموسم هبط الفريق للدرجة الثانية، وقرر خوسيليو إنه يغادر الفريق وانضم لنادي إسبانيول بصفقة انتقال حر. وهنا خوسيليو قرر ينفجر ويقدم أعظم موسم في مسيرته الكروية مع إسبانيول. شفت خوسيليو مهاجم ناجح ويقدر يفنش أي فرصة ويحسم أي مباراة. خوسيليو شارك في 37 مباراة، سجل فيهم 17 وصنع 3، وكل ما يلعب قدام ريال مدريد يسجل، قدام برشلونة يسجل، فالعين بقيت عليه. ووقتها جاء أول استدعاء من ألمانيا وهو عنده 33 سنة، شارك معاهم في بطولة أوروبا وقدم أداء ممتاز. البداية سجل ثنائية في شباك النرويج في دوري المجموعات، وبعدها تألق ضد إيطاليا في نصف النهائي وخطف هدف الفوز كمان في الدقيقة 88. وأسبانيا توصل للنهائي ضد كرواتيا، وخوسيليو يسجل هدف روعة في المقص، وكارفاخال يسجل الثاني، وبكده اسبانيا تحقق اللقب، وخوسيليو يحقق اول لقب ليه في مسيرته الكرويه كلها. وبعد رحيل بنزيما من ريال مدريد، الملكي ما عندهوش مهاجم، وصفقه امبابي كان فيها موسم كمان عشان ينضم للريال، فقرر بيريز انه يجرب خوسيليو. وفعلا ريال مدريد قدم عرض لخوسيليو على سبيل الاعاره، وخوسيليو وافق في ثواني وحلمه اتحقق انه يرجع ريال مدريد من جديد. وطبعا خوسيليو رايح لريال مدريد بطموح جديده وافكار جديده ان ريال مدريد يفعل بند الشراء. بس ازاي وخوسيليو عنده 34 سنه؟ مفيش غير حل واحد، انه يعمل موسم فشيخ. بدل موسم، وحقيقه خوسيليو قدم كل اللي يقدر عليه، فعلا ما كانش اساسي، بس لما كان بيشارك كان بيوصل رساله في الملعب انه يستحق يكمل مع الريال، وبالاداء ده في الملعب وبالاهداف يكفي ان هو سجل هدف الفوز على اتلتيكو مدريد والتتويج بالسوبر، وكمان في دوري الابطال ساهم بالاهداف في اكتر من ماتش. ولكنه قرر ان هو يدخل التاريخ امام بايرن ميونخ، وده لما حسم التاهل للنهائي بهدفين في 5 دقائق بس. ولو الريال كسب البطوله هيكون الفضل خوسيليو. وبالارقام خوسيليو شارك مع ريال مدريد في 48 مباراه، سجل فيهم 18 هدف وصنع 3 تمريرات حاسمه، وحقق الدوري وكاس السوبر في الموسم الحالي. لاعب يستحق انه يكمل في مدريد ولو بديل لمبابي في الموسم الجديد. قول لي رايك في التعليقات، يستحق انه يكمل في ريال مدريد؟ وشكرا.